النهاردة هنعمل مع بعض حاجة بسيطة وحاجة سهلة وجميلة. حاجة بطعم المانجا والفستق ومربى الفراولة والشوكليت، حاجة جميلة كده وتشرفك قدام صحابك وأهلك وحبايبك. شوفوا كده الجمال، حاجة كده في منتهى اللذة والروعة. لو انتي بتشوفي اول مرة القناة بتاعتي، انا اسمي اميرة المسلماني. عملنا بطعم الفراولة زي ما انتوا شايفين، وبطعم الشوكليت. شوفوا الجمال والرقة. وكمان عملنا بطعم المانجا، حاجة كده حلوة قوي 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 وتعجبك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونشوف المقادير بتاعتنا. انا جبت نص كيلو من الكنافة، كنت مفرزناها وكسرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لما تكون متفرزنة هتساعدك في التكسير بتاعها او تضربيها في الكبة. كسرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنجيب كمان مج من الزبدة او السمنة البلدي، بس انا بفضل السمنة البلدي. لو انتي هتجيبي زبدة يبقى تخليها خالية من الحليب خالص خالص. قلبتها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وجبت صينية او صاج كده عايزة تدخليها الفرن تتحمص او تعمليها على البوتاجاز من فوق، مفيش مشكلة. انا حمصتها كده على البوتاجاز. طبعا وانا بحمصها بحط على الناحية التانية دول يعني حوالي 250 جرام من الفراولة، وعليهم 3 أو 4 معالق من السكر، وحطيتهم على النار. هم بينزلوا المية بتاعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما حطيتش عليهم مية خالص. طبعا ما بدأت تغلي وكده وبدأت خلاص تستوي، هرستها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني بالظبط بتقعد 10 دقايق على النار. بدأت الكنافة بتاعتنا تتحمص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واخدت اللون الذهبي وشكلها بقى رائع وجميل بالمنظر ده. كده كفاية، هنطفي عليها عشان ما تاخدش لون غامق. هنجيب كوباية او مج من الكريم شانتيه، وكمان كوباية من الحليب، ومعلقتين من كريم باستري. طبعا اللبن او المية اللي بتعمليها تكون ساقعة جدا جدا. دول 250 جرام من الكريم شانتيه. ضربتها كويس بالمضرب بالشكل اللي انتوا شايفينه. جبتوا طبعا العلبة دي بتتباع عند اي مستلزمات الحلواني، وانا استعملت في الوصفة بتاعتنا دي لوتس وكريم، دي كريمة الفستق. وطبعا الشوكولاتة اللي استعملتها شوكولاتة سمع. هناخد حبة كده ننزل بيهم في العلب بتاعتنا واحدة واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا انا كان عندي قطر او سيرب، كان عندي من الاول. طبعا كلنا عارفين القطر والسيرب بيتعمل ازاي. هنحط على كل علبة كده هنحط معلقتين من السيرب. سوري، عملوا معايا 12 واحدة من العلبة دي. ننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم واحدة واحدة، يعني بشكل عشوائي كده تنزلي عليها او بالشكل اللي انتوا تحبوه. اهو بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت عليهم كلهم طبعا بالكريم شانتيه بالشكل ده. نزلت شوية من الكنافة وشوية من الكريمة وفردتها. طريقة سهلة وبسيطة ومش بتاخد معاكي وقت خالص خالص. بدأت كده زي ما انتوا شايفين افردها على الكنافة. عايزة تحطي مكسرات في النص او عايزة تحطي جوز هند او زبيب زي ما تحبي. انا حطيت بس الكريم شانتيه ورجعت احط بقية الكنافة. عملوا بالظبط 12 علبة من دول النص كيلو. حطيت باقي الكنافة برضو ونفردها. اللي محطش لايك يلا يحط اللايك ويسيب لي الكومنت الجميل بتاعكم اللي بيحفزني ودايما بيخليني اكمل. ونزلت كمان بباقي الكريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده، ونفردها طبعا بالشكل ده. طبعا مش هينفع افرد بالسباتيولا او حاجة لان العلبة صغيرة. انا
سيحت في الميكرويف شوية من الشوكولاتة، دي شوكولاتة سما، وحطيت عليها معلقة او معلقتين من الزيت على حسب الكمية اللي انتوا بتستخدموها. انا سيحتها في الميكرويف وحطيت معلقة الزيت عشان تبقى بتدينا لمعة كده زي ما انتوا شايفين. حطي الكمية اللي انتي تفضليها، تبدأي بقى تفرديها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي طبعا الشوكولاتة سايحة فبتتشكل بسهولة. وادي التانية برضو هنسيح زبدة اللوتس بنفس الطريقة وزبدة الفستق. وادي نحط لها معلقة كمان ونبدأ كده. حطيت لها وحدتين من عين الجمل، دول برضو وحدتين من الكاجو، شوية بندق، اي مكسرات عندك جملي بيها، او المكسرات اللي تفضليها جملي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بعمل كده اشكال عشوائية. وادي زبدة اللوتس برضو سيحتها في الميكرويف وحطيت عليها معلقة من الزيت. معلقتين لكل علبة وتسيحيها، كل علبة بتاخد معلقتين من زبدة اللوتس او الشوكليت او زبدة الفستق. برضو فردتها بالشكل ده. نعمل كده اي حاجة كده برضو عشان يبقى الشوكليت مع اللوتس. جملي اي حاجة كده تيجي على مزاجك. جملتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونبدأ بقى نحط مربة الفراولة. ما اخدتش 10 دقايق على النار بالظبط، وهرستها بالشكل اللي انتوا شفتوه قبل كده. برضو عملت 2 او 3 من الفراولة، وعملت 2 مانجا، 2 زبدة اللوتس، 2 فستق، و2 شوكليت او 3 شوكليت. ادي جهزنا الفراولة وجهزنا اللوتس وجهزنا الشوكليت. باقي المانجا، دي مانجا كانت عندي فروزن، قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادي الشكل ده، وادي كمان المانجا. للأسف وانا بحط زبدة اللوتس سوري الفستق، المقطع ده راح مني او ما صورتوش تقريبا. ننزل كده باللوتس عشان برضو نجمل فيه، مش عايزة احط عليه حاجة. نزلت عليه بشوية من زبدة الفستق، باقي اللي كنت حاطاه للعلبتين. وادي الكنافة الجميلة بالفواكه والشوكليت والفراولة والمانجا. تقدري تشكلي بالشكل اللي انتي تحبيه او بالشكل اللي انتي عايزاه. طبعا لو رايحة اي مكان او رايحة لاصحابك او رايحة لحد من قرايبك، ممكن تحطيها في اي بوكس عندك وتاخديها كده زيارة. شكلها شيك وجميلة. يا رب الفيديو اللي انا عملته يكون عجبكم ويكون سهل وبسيط. اشوفكم على خير يا رب كده في وصفة جديدة مع أميرة المسلماني، ويا رب كل اللي بعمله ينول اعجابكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.